السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضيه جديده. وكنتمنى من اي واحد شاف هذه القناه وعجبو المحتوى يدير لنا لايك واشتراك باش يبقى يوصلوا كل جديد. القضيه ديال اليوم كدر في الخاطر وبزاف، واللي ما خاصش يتسكت عليها باش ما تكررش مره اخرى. القضيه ديال اليوم ديال 4 ديال الاشخاص اللي هما جوج خوت وجوج صحاب، خرجوا في العشيه تقريبا مورا العصر وخداو 3 ديال الجيتسكي، وهما بلال وعبد العالي ركبوا مع بعضياتهم، وخو بلال ركب بوحدو وصاحبهم ركب بوحدو. المهم وخرجوا كيمارسوا الهوايه ديالهم في البحر ديال السعيديه. بما انهم الجاليه المغربيه المقيمه بفرنسا، كانوا دائما كيجيو المغرب للبلاد ديالهم باش يقضيو العطله ديالهم الصيفيه، وهما كيمارسوا الهوايه ديالهم كيف ما مولفين. حسوا بان الجو ولا ماشي هو هذاك، ولا الريح بزاف، وفي نفس الوقت بدات كطيح الظلمه. وهنا منين ولا غير ظلام قدامهم بقاو غير غاديين، لدرجه انهم ما بقاوش عارفين فين غاديين. وواحد شويه كتبان لهم واحد زودياك جايه لعندهم، وهاد الزودياك هادي هي من الامن البحري الجزائري، رغم انهم ما كانوش عارفين على انهم وصلوا الحدود ديال الجزائر. كانوا كيعتقدوا على ان هذا الزودياك غادي يوريهم الطريق او لا يمد لهم يد المساعده، ولكن للاسف غادي ترى ما لم يكن في الحسبان. فهنا غادي تجي ديك الزودياك وغادي تقلب صاحبه من الجيسكي ديالو وغادي يطيح في البحر. ومن بعد اعتقلوا وغير شافوا صحابو داكشي اللي وقع لصاحبهم. هنا بلال غادي يشير لخو بحال كيعلموا على ان الطريق من هاد الاتجاه، وفي نفس الوقت كانوا مخلوعين وخايفين، وخصوصا ملي شافوا الامن البحري الجزائري اعتقلوا صاحبهم ما بقاو عارفين ما يديروا. فهنا عبد العالي وبلال غادي يقرر باش يتبع خوه من بعد ما عطاه الطريق اللي خاصهم يرجعوا منه، ولكن للاسف وهما راجعين فهنا البحريه الجزائريه غادي تضرب هادوك الدراري بالقرطاس في الظهر ديالهم. ومن بعد ما تلقاو هادوك الدراري طلقات ناريه طاحوا في البحر وخلاوهم تما بلا ما يمدوا لهم يد المساعده. من بعد البحر غادي يرمي الجثه ديال بلال في البحر ديال السعيديه، اما عبد العالي فرماه للبحر في الجزائر. عليكم، سميتي قيسي محمد، عايشين في الخارج. جينا نديروا العطله في المغرب. خويا الصغير دخل المغرب مع 24 ولا 25 اوت، وانا جيت في شهر 8 شهر 7. مشينا نحوسوا في السعيديه بلي جيتسكي، دينا 4 تاع لي جيتسكي، انا وخويا الصغير وواحد ولد عمي وجوج صحابي. خرجنا من مارينا مع 4 تاع العشيه، مشينا لكاب دولو، ريضنا في كاب، زدنا لسيد البشير، كلينا شويه حوت تما مسجد البشير ولينا قلبنا باش نروحوا لاماغينا. من روحنا كانت يمكن 7:30 بدات لاماغينا، بدات تظلم الدعوه. همنا لي روشي تاع لاماغينا ما بقاوش يبانوا لي، همنا كنا زايدين وحنا وما باقيناش ليسونس في الجيتسكي. كان يسينيالينا الجيتسكي، كنا نتمشى ساهتين ما عرفناش كنا تالفين. توصلنا للجزائر، كي درنا عرفنا حنا وصلنا للجزائر. الزودياك الكحله تاع الجزائر جات عندنا. من جات عندنا بقات زيكزاكي علينا، بحال اللي بغات تقلبنا، بقات زيكزاكي. خويا الصغير قرب لهم، ما سمعتوش واش قال لهم، وانا كنت نبعد شويه. من الزودياك ولات دارت هكا، قربت لخويا قلت له واش تا كاين. ما تكلمش معايا، دار لي غير هكا زعما الطريق راه من هي السعيديه. ولينا ساهتين والقرطاس بقى يتكلم، هما يقولوا راهم هربوا لنا، ماشي بصح ما هربنا ما والو، كنا نهضروا معاهم حنا. القرطاس بقى يتكلم، خمس قرطاسات قاسوا خويا وصاحبي، قرطاسه قاست واحد صاحبي بوحدو بالجيتسكي، والجيتسكي تاع صاحبي دحمراتو الزوجاك قلباتو وطلعوه في الزوجاك معاهم. وهنا تحت طومبان ليسونس سكوت لي الجيتسكي. الحمد لله هنا ما قاسونيش بالرصاص، ما قاسونيش. قعدت واحد الساعه هكا في الجيتسكي، بقيت نزقي بلال عبد العالي تكلموا، بلال عبد العالي حتى واحد ما يتكلم. واحد 5 دقائق ولا تكلم لي خويا، دار لي غير واحد الصوت رقيق وي، ونسمع تكلم في المطاح ساي، كان بليسي، كان مات. وعبد العالي 5 دقائق بقى عاود، كنت نزقي عبد العالي بلال جاوبوا، ونسمع عبد العالي صاحبي يقول لي غير وي، حتى هو يتكلم في الماء تراكش، نسمع غير الماء. وانا قعدت واحد الساعه فوق الجيتسكي. الريح كان يديني البورصاي،
الجزائر كان دايني الريح. من كان دايني الريح انا خفت، قلت غادي يوليو يشريو عليا. نقصت من الجيتسكي، كنت نجبد جيتسكي بيد ونضرب بيد باش نوصل للسعيديه، نوصل للشط تاع السعيديه. نضرب هكا، نضرب باليد. عييت، ريحت شويه، وليت طلعت عاود نقصت، نضرب حتى فشلت. ريحت شويه هكا فوق الجيتسكي، وتنسمع واحد الموتور وندور هكا راسي نتلاقى لا مارين تاع المغرب، لا مارين رويال، جوندارمي رويال. تلاقاهم جاو، من شفتهم من البعيد جاو، فورسيت على روحي، كنت عيان ما قديتش، فشلت. طلعت فوق الجيتسكي وبقيت نريش لهم ونزقي، ضربوني هكا باللامبه، شافوني عرفوني، جاو عندي قال لي فر الاخرين. وريت لهم الجيتسكي الاخر بيدي، قلت لهم راه الجيتسكي بصح اللي راهم فوقهم يمكن راهم طاحوا في الماء تيراو علينا. وقال لي واقعد فوق الجيتسكي نتاعك حنا جايين. قلت له عمي غير طلعني معك في الزجاج، راني ميت، راني عطشان، انا غادي نسخف. قال لي غير قعد، قال لي غير قعد فوق الجيتسكي حنا جايين. مشاو للجيتسكي، ضربوا هكا بالضو، تلاقاو غير الجيتسكي، بقاو يرقبوا شويه ما تلاقاو حتى واحد. داهم الريح، يمكن خويا الصغير وعبد العلي يمكن داهم الريح. ضربوا شويه هكا، عقدوا الجيتسكي، قربوا لي، جاو عندي. من جاو عندي طلعت معاهم في الزوجياك وربطوا الجيتسكي نتاعي ومشينا ساهتين. غير وصلنا لامارينا، وتما جدرميه وخويا الكبير ولد عمي كانوا يستناوني تما. وهذا ما عطا الله، ما هربنا لهم ما والو. حنا كنا هاملين وهامل ونمشيو نديرو شي حاجه ماشي مصيبه، هاملين ومعناش ليسونس. كان يسيني مكابدولو، هو يسينيالي ليسونس. طحنا اون بان تما، تشيراو علينا. الحمد لله انا سلكت، ما قاسونيش الحمد لله. بصح خويا وصاحبي قتلوهم، وصاحبي عاود الاخر تشيراو عليه وراه محبوس. سمعنا 18 شهر، وشي وحدين يقولوا 3 شهور، الله اعلم ما عارفينش. وصاحبي اللي مات راه عاد في الجزائر، عاد في الجزائر مازال ما صيفطوه لنا باش ندفنوه مسكين. ولحد الساعة العائلة ديال عبد العالي كطالب باسترجاع الجثة ديال ولدهم باش يدفنوه، وفي نفس الوقت بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين اللي في البحرية الجزائرية. فهنا كان على الأمن الجزائري قبل ما يدير هاد الجريمة في حق هاد المغاربة يقوم بالتحذير ديالهم قبل ما يديروا هاد الجريمة البشعة في حق وليدات بلادنا. وعلى قول الملك الحسن الثاني رحمه الله: ليعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. السؤال المطروح هو علاش تم القتل ديال هاد الشابين وبهاد الطريقة الوحشية، رغم أن كان المبتغى ديالهم غير يستمتعوا بالعطلة ديالهم ويمارسوا الهواية اللي كيبغيو. نفرضوا أنهم تجاوزوا الحدود، كان من المفروض أنه يتم التحذير ديالهم. ودم المغاربة ليس بهين، حنا تغصبنا في 2 ديال وليداتنا، وهذا الشيء اللي وقع استهتار بدم البشرية، ويجب التحقيق في هذه الجريمة الوحشية اللي تعرضوا لها. صراحة أنا ما بقى عندي ما نقول في هذه القضية، كل شيء ولا باين ومفضوح. القضية ديال اليوم غادي تكون سالات، تسناوني فيديو جاية. باي باي.